عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا الناس كل بألف خير وصحة جيدة. رجعت معاكم اليوم بفيديو جديد نحضر معاكم مرقة بطاطا بالبقري، حاجة ياسر بنينة على الآخر. دونك باش ناخذوا أول حاجة في طنجرة على الغاز، باش نحطوا شوية زيت ونخليوها تسخن. كما تشوفوا على جنب قطعت كعبات بطاطا بطبيعة الكمية متاع البطاطا تبقى حسب الذوق وحسب الرغبة. قطعت كل كعبة على 4 بالطريقة هذه. باش نخلي أول حاجة الزيت متاعي يسخن شوية، وبعد باش نحط كعبات البطاطا نقليهم. المرحلة هذه نعملوها باش البطاطا من بعد كي نحطوها في المرق ما تذوبلناش. من أبن وأحسن الطرق اللي تعملوا بيهم مرقة البطاطا هي أنكم تعطيو تحميرة خفيفة هكا للبطاطا، وراهي على نار قوية، معناها نص طياب ماهيش طايبة طياب كامل. دوب ما تشوفوها خذات هكا لون دوغي ديريكت نحيوها وخليوها على جنب. نفس الزيت اللي قلينا فيه البطاطا باش نبداو نطيبوا فيه المرقة متاعنا. رميت البصل على الزيت هذاك. دونك كان استعملت لهنا شطر بصلة، خاطر كانت عندي البصلة كبيرة، تنجموا تستعملوا بصلة صغيرة ولا كيفي اني شطر بصلة كيما هكا. حطيت طريفات اللحم اللي باش نطيبهم، كيما قلت لكم لحم بقري. كالعادة الاستيس الشهيرة اللي ديما نعملها رشة فلفل اكحل ورشة هريسة شايحة. ما نحطوش الملح في المرحلة هذه باش اللحم يبقى فيه الجو متاعو ما يخرجش منه وما يبداش من بعد ناشف. لهنايا باش نزيد طماطم معجونة. بعد ما قليت اللحم شوية في الفاح هذاك حطيت مغرفة ونص طماطم معجونة باش نقليهم بالباهي في وسط الزيت. من أهم المراحل زادة في أي مرقة ولا أي صوص باش طيبوها أنكم تقليو بالباهي الطماطم معجونة هكاك باش تجيكم الصوص متاعكم بنينة وما تجيكمش قارصة. بعد ما تأكدت اللي الطماطم تاعي تقليت بالباهي في وسط الزيت باش نزيد الماء. يفضل أنه يكون الماء سخون بالطبيعة باش الطنجرة متاعنا تبقى محافظة على السخانة متاعها. نحط الماء بشوية بشوية ونحطه بحذانا اللفاح باش نفوحوا الطنجرة متاعنا. بالنسبة ليا في أي مرقة نحب ديما نزيد الماء بشوية بشوية باش تبقى الطنجرة متاعي محافظة على كل الغلوة هذيك وتبقى محافظة على زيتها وتطيب لي في أسرع وقت. باش نبدا نفوح حطيت شويه ملح، حطيت شويه تابل باش نحطوا الفلفل الاحمر. لهنا اني استعملت نوعين، عملت شويه فلفل احمر حار وشويه فلفل احمر حلو. هكا استعملوا نتوما بالطبيعه الحروريه على حسب اللي تحبوا. زدت حطيت لهنا مغرفه كركم ورشه خفيفه فلفل اكحل باش نحل الفحات في وسط الصوص متاعي بالباهي. وباش نزيد نمرقها حتى فين على قد مستوى اللحم هكا باش ما تجيناش من بعد المرقه متاعنا جاريه ياسر. حاجتنا توا باش يطيب لنا اللحم في كل مرقه هذيك نخليوها تغلي على نار هاديه حتى فين نتاكدوا اللي اللحم متاعنا طاب 100%، باش من بعد نرميو كعبات البطاطا خاطر البطاطا ما تبقاش برشا وقت. لهنا غطيتها وخليتها نفيس ساعة تجيب حتى فين طاب معايا اللحم. وكما تشوفوا الصوص متاعي عقادت خثارت وقرت زيتها وطاب كل شيء في حقه. باش نرمي توا كعبات البطاطا متاعي ما تاخذش اكثر من 7 حتى 10 دقائق وتكون طايبة. دونك لهنا زاده في المرحلة هذه اللي يحب يزيد شوية معدنوس تنجموا. اني نحب المعدنوس نزين بيه في الاخر خاطر عائلتي مش الكل تاكل المعدنوس. وكيف تنجموا زاده مع البطاطا تزيدوا شويه فلفل اخضر قرين ولا قرنين فلفل اخضر تقطعوهم في وسطها تجيكم ياسر زاده بنينه. يعني اليوم ما كانش متوفر عندي الفلفل. فاليو بعد 7 دقائق كما تشوفوا المرقه متاعي طابت، البطاطا طابت، اللحم تاعي طاب. باش نحطه في صحن التقديم ونوريه لكم في الشكل النهائي نتاعو. فالو مريقة البطاطا متاعنا اليوم حضرت حاجة ياسر سهلة وبنينة ما تطلبش منا برشا وقت. تحضر فيه في رمشة عين. شوفوا الصوص متاعها كيفاش تكون خاثرة، تكون قارة زيتها زادة، والبطاطا تشد روحها ماهيش ذايبة. بهكا نكون وصلت معاكم لاخر الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه ولو افاده بسيطه. تم بقالي باش نقول لكم كان دمتم في امان الله. نتلاقى معاكم في فيديوهات اخرين ووصفات اخرين وبسلامه.